صباح الخير. يلا فيديو ازاي بمرر رسايل بنقلها من على الطلبات المراسلة للماسنجر. بضغط على طلبات المراسلة. تمام، انا بالنسبة لي باخد الرسائل من تحت لفوق. البنوتة دي سألاني على التفاصيل، بقول لها بكون مسجلة كده عندي في الحافظة. اهلا بيكي، ابعتلك فويس في كل التفاصيل، اسمعي وانا معاكي لأي سؤال. اوكي خلاص، هاخد واحدة كمان نفس الشيء، هرد عليها بنفس الرسالة اللي انا عاملة لها حفظ. كده انا خرجت 2 من طلبات المراسلة، حطيتهم هنا اهو، ظهروا لي في اول الماسنجر. هدخل على اخر واحدة بعت لها الرسالة وهاخد الرسالة مررها، هيظهر لي اول 2 انا خرجتهم على وش الماسنجر او على اول رسائل الماسنجر. ببعت لهم الرسائل، ولو رجعت كده خلاص كله اتبعت له الفويس. بعد كده بقى بفترة ممكن اعمل حاجة تاني برضو انا مسجلاها، يعني دول انا لسه بعت لهم الرسائل، خلاص هسيبهم اديهم فرصة ان هم يقروا الرسائل. طبعا لو انا ببعت الرسائل او برد على الرسائل في نفس التوقيت بتاع اللي هم بعتوه بيكون افضل وافضل. طيب في ناس تحت اهي، انا مثلا كنت بعتلها رسالة وما ردتش. اوكي ماشي، بعمل ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده. في عندي هنا مسج برضو انا مسيفاها، السلام عليكم، سمعتي الفويس؟ عندك اي سؤال اقدر اجاوبك عليه؟ تمام، بس كده.